السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة. غادي تكونوا جميع شفتوا الأخبار اللي ربطات لامين يامال بالمنتخب الوطني المغربي، يعني إمكانية تغيير جنسيته الرياضية من إسبانيا، يعني من المنتخب الإسباني إلى المنتخب المغربي. يعني قبل ما ندويو على الشق القانوني وكذلك رغبة اللاعب، غادي نحاولوا ندويو على السياق التاريخي للأزمة بين لامين يامال وبرشلونة من جهة، وكذلك الاتحاد الإسباني والمنتخب من جهة ثانية. الأزمة بدأت في التوقف الدولي ديال شهر شتنبر، من بعد ما تم استدعاء لامين يامال لزوج مباريات الرسمية اللي واجه فيهم المنتخب الإسباني، كل من بلغاريا وتركيا. ورغم أن هاد جوج مباريات ماشي بداك الحجم الكبير، دي لافوينتي والطاقم الطبي أصر على مشاركة لامين يامال 90 دقيقة كاملة، والأكثر من ذلك تسربات معلومات خطيرة كتقول بأن الجهاز الطبي للمنتخب الإسباني حقن ممنوعة للاعبين. هذا الخبر نشروه بعض الصحفيين المقربين من برشلونة. هذا الخبر غير مؤكد. هنا بدات الأزمة بين برشلونة والاتحاد الإسباني، خصوصا أن لامين يامال رجع لبرشلونة مصاب، مما أدى إلى تأثر برشلونة من الناحية الفنية، وخسر بزاف ديال النقاط لا في الدوري وكذلك في دوري الأبطال. الأزمة بدات كتكبر خصوصا في التوقف ديال أكتوبر، لما أعلن برشلونة على إصابة لامين يامال أيام قليلة من يعني قبل التوقف الدولي ديال شهر أكتوبر. الاتحاد الإسباني ما عجبوش الحال وخرج بيان بشديد اللهجة كينتقد فيه برشلونة وكينتقد فيه غياب التنسيق. برشلونة ما توقفش هنا، بل واصل داك شد ليا نقطع ليك بينه وبين الاتحاد الإسباني، خصوصا في التوقف الأخير لما أعلن دي لافوينتي على القائمة، وبعدها تقريبا بساعات قليلة يعلن على أن لامين يامال دار فحص بالرنين المغناطيسي يوجب توقف 10 أيام على ممارسة كرة القدم. يعني لامين يامال ما غيكونش متاح للمنتخب الإسباني. هنا خصنا نفهموا واحد القضية مهمة ومهمة جدا، أن لكل كيان برشلونة ولا حتى ريال مدريد هما كيانين متضادين، يعني العداوة اللي بيناتهم أكبر من الأمور المشتركة، حتى ولو وصلت لدرجة المنتخب، لأن كيعتبروا سواء برشلونة نادي برشلونة ولا حتى نادي ريال مدريد الهالة ديالهم والكيان ديالهم أكبر من المنتخب الإسباني. علاش؟ لأن العداوة اللي تقريبا كتكون بيناتهم عداوة كبيرة وعداوة تاريخية. كل من برشلونة حتى ريال مدريد عنده ذراع إعلامي قوي، ما كيهموش لاعبين ديال الخصم سواء كانوا مواطنين أو لا حتى أجانب. هاد الأمور ما كتهموش، اللي مهم عنده أنه كما كيقولوا يتسنى داك اللاعب ديال الخصم، يتسناه في الدورة أو أي حدث واخا يكون صغير فراه كينفخ فيه وكيولي حدث كبير. الاعلام ديال كاتالونيا، خصوصا الاعلام ديال كاتالونيا، هو اللي بدا كيروج او لا بدا كيربط لامين يامال بمشاركته او لا بتغيير جنسيته الى المغربيه. كنظن بانها فقط ردة فعل في اطار ديك الحرب اللي بين برشلونة والاتحاد الاسباني، ومروا من وراءه بطبيعه الحال اعلاميين وصحفيين ديال العاصمه مدريد. فنجيو دابا للامور القانونيه، من بعد ما عرفنا فقط بانها ضجه اعلاميه او لا تراشق اعلامي بين الصحفيين ديال كاتالونيا والصحفيين ديال العاصمه. نجيو دابا الى رغبه اللاعب وكذلك القانون شنو كيقول. رغبه اللاعب في اكثر من مناسبه، لامين يامال كيأكد اعتزازه وانتمائه لإسبانيا وللمنتخب الإسباني. نقطة إلى الصدر. دابا الأمور القانونية، فالحدود هذه اللحظة القانون الدولي اللي وضعته بطبيعة الحال الفيفا، فراه كتمنع أي لاعب تجاوز 3 مباريات يعني رسمية
من تمثيل منتخب آخر. يعني الحدود هذه اللحظة اللي كندوي فيها فراه مستحيل أن لامين يامال يغير الجنسية الرياضية ديالو. تقريبا القانون اللي حنا الجامعة الوطنية اللي عدلت فيه أن اللاعب يكون السن القانوني ديالو أقل من 21 سنة ولعب أقل من 3 المباريات رسمية، فراه ممكن أنه يغير الجنسية الرياضية ديالو. هذا القانون بطبيعة الحال ما كينطبقش على لامين يامال لأنه لعب أكثر من 3 المباريات رسمية مع المنتخب الإسباني. فختاما لهذا الموضوع، لامين يامال مستحيل أنه يمثل المنتخب المغربي. علاش؟ كيف قلنا، أولا الرغبة ديالو والشعبية ديالو الكبيرة، وكذلك الجوانب القانونية، فراه كتمنع لاعب لعب مع منتخب مباريات رسمية أنه يمثل منتخب آخر. وهذا الشيء كامل وهذه الضجة الإعلامية فقط السياق ديالها تراشق إعلامي بين صحف كاتالونيا وصحف العاصمة. هذا الشيء اللي عندنا في حلقة اليوم. شكرا وإلى لقاء قريب إن شاء الله.